كبيرة ويجب الترحيب بكل إنسان، لأن عندنا حضور علمي جميل ورائع الحقيقة، قامات فكرية وعلمية وأدبية كبيرة جدا، وبرحب بيكم فرد فرد. والحقيقة ضيفنا النهاردة مهما قلت من مقدمات طويلة كانت أو قصيرة، أعتقد أنه لا يستلزم معه أي مقدمات، فيكفي أن تقول الاسم فقط. عندما يذكر الاسم تتداعى أمامك مقالاتها العلمية، تتداعى أمامك أبحاثها الكثيرة التي نشرت في أكبر المجلات الدولية والعلمية، يتداعى أمامك النانو تكنولوجي، الفيزياء النووية والطاقة الذرية والعلوم والبحوث العلمية بشكل عام. ضيفنا الحقيقة وصل إلى العالمية وتربع على عرشها. ضيفنا رفع سماء مصر إلى عنان السماء في العلوم والبحث العلمي. أستاذ جامعي عالم كبير في النانوتكنولوجيا، له أبحاث. أولا تخصص في العلوم النووية وأصبح من أكبر علماء العالم في النانوتكنولوجيا. تخصص في العلوم النووية وله أبحاث عديدة ومنشورة. وحد بين قوى ثلاثة متنافرة، بين نظريات متنافرة لا تتقارب أبدا، وحد بينها بطريقة مبدع. نظرية أينشتاين، نيوتن، الجاذبية الأرضية، ماكس بلانك، نظرية الكم، وحد بينها بطريقة فنان ومبدع بشكل لا يوصف. الحقيقة ضيفنا قالوا عنه انه فنان او عالم بدرجة فنان، مفكر وفيلسوف يتميز بدماسة الخلق والتواضع والرقي الشديدين. ضيفنا يمتلك احاسيس فنان، ويقال انه يمتلك روحين في جسد واحد، روح ادبية فلسفية فنية وروح علمية هندسية. منذ صغره وهو كانت ميوله إلى حد ما فنية، ولكنه مش عايزة أقول لمحبته في العلم، ولكن لمحبة والده في العلم. تحول إلى طالب علم وهو في سن مبكرة جدا. سافر إلى ألمانيا وهو في سن 12 من عمره. تلقى تعليمها الجامعي في جامعة هامبورغ الألمانية، وحصل منها على درجة الماجستير. كما نال درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية. كرم من أكبر المراكز الفيزياء في العالم، المركز الفيزياء التابع لجامعة فرانكفورت الألمانية، كرم تقديرا لاسمه هو وتقديرا لدوره في تطوير نظريته أو تطوير النظرية التي تنسب للعالم الألماني كانتوري أو جورج كانتوري. وهذه النظرية يطلق عليها اصطلاحيا أعتقد أنها باسم الزمان ما كان كانت كانتوري، الزمن كان، يعني اختصارا لهذه النظرية بالنسبة للعالم الألماني جورج كانتوري. طبعا عالمنا محب للفنون والآداب، محب لكل أنواع الفنون والأدب بأشكالهم المختلفة، متذوق للشعر، متذوق للموسيقى، محب للقراءة وخاصة قراءة الكتب الفلسفية، مصري وطني إلى أقصى درجات الوطنية. فهو ابن لأب من ضباطنا القوات المسلحة في زمن عبد الناصر، ثورة 23 يوليو 52. له متزوج وله ابنتان. له أخوين في نفس الحقل العلمي، العالم الدكتور سعيد النشائي بالهندسة الكيميائية بأمريكا، العالم الدكتور عمر النشائي مدير معهد الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة هذا العالم الذي أسرى بعلمه وبأبحاثه العلمية المتخصصة والأهمية وأبحاثه العالمية رشح أكثر من مرة لجائزة نوبل العالمية. ولكن الحقيقة اسم عالمنا الكبير أكبر
من هذه الجائزة نظرا لأهمية أبحاثه دائما، يعني هي الحياة لكل الإنسانية التي يفتح أمامنا كل الأمور التي تتعلق بالبحث العلمي للإنسان. استطاع من خلال أبحاثه أن يثبت اسم مصر عالميا، ويكفي أنه مصري مسلم. ضيفنا اللي موجود معانا ومشرفنا الأستاذ الدكتور العالم الكبير المصري محمد النشائي، ونحييه. صور حطها أو أي مواضيع حطها ولا عارف إيه اللي أضافه حتى. أنا اديته شوية مجموعة كبيرة من الصور وقلت له يختزلها ويحطها المصرية السميحة، ينعكشها بحيث إن أنا ما بقاش عارف أنا بتكلم على أنهي صورة هتيجي، وما اتدربتش خالص على المحاضرة دي ولا أنا عارف أنا هقول إيه بالظبط. إذا طلع بقى بعد كل اللخبطة دي الكلام ده متناسق، يبقى دي بقى نهاية المطاف، محاكاة للكون كما هو موجود صحيح. الحقيقة مفيش حاجة اسمها فوضى خالص. بعد ما الواحد يدرس الفوضى يلاقي في حاجتين بس، يعني أنا بقول النتيجة النهائية، في قمة في النظام والعقل البشري، حتى مجموعات كبيرة من العقل البشري لا يستوعبوا هذا النظام، بيلاقوا إن الجزء اللي هم مش مستوعبينه بيسموه هم فوضى. الفوضى الحقيقة في مخ البني آدم مش في الكون نفسه. الكون فعلا بس فوق مستوى مخنا. عشان كده مهما وصل الإنسان لوحده من عظمة فهو نملة الحقيقة أمام هذا الكون، ولازم يعرف مكانه. والتواضع هنا مش دليل الأخلاق، ده مجبرا أخاك لا بطل، أنت لازم تتواضع غصبا عن عينك أو هتضحك الكون كله عليك مش بس البني آدمين. يعني التواضع إيه يعني؟ ليه بقى أنا بدي المحاضرة وبقول الكلام ده وهدخل في الحديث ده، وأرجو من الله في النهاية بعد اللخبطة كده تلاقوا إنكم فهمتوا أكتر من أنا حطيتها بنظام. يبقى الكلام اللي أنا بقوله ليه معنى. أنا عايز أوصل في النهاية ليه؟ الحقيقة إذا كان العلم خصوصا في بلد زي مصر ملوش وظيفة في المجتمع، ملوش لازمة، مفيش داعي للعلم، جهل أحسن. العلم زي ما بقول العلم ملوش وطن، بس العالم له وطن. وشغلة العالم إذا كان عايزنا ندفع له فلوس ونستحمله ونسمع كلامه وننشر له ونبعته المؤتمرات ونحقق له أحلامه، يا هتفيدنا يا إما مش عايزينك. وإذا كان أنت شايف إن ده تطاول على حقوقك، أنا بكلم نفسي الحقيقة، اتفضل مع ألف سلامة روح في البلد اللي هي تقدر تستفيد منك أو راضية إنك تكون عالة عليها وما بتنتجش أي حاجة لها أي قيمة لها، وإنما بتقدرك وبتدي لك. الحقيقة أنا أطلب من المسؤولين، أي واحد أنا أو غيري شغلته في الآخر ملوش منتج تستفيد منه الدولة المصرية ويرفع دخل الفرد في 2 3 4 5، بس لازم يوصل إن يكون في منتج في النهاية يرفع ده. إحنا مش عايزينك، اتفضل. يعني أنا سعيد بوجودك جدا، لكن مع ألف سلامة مش مستعد إن أنا أعمل أكتر من كده. الموضوع ده كله مرتبط بإيه؟ لأن في النهاية بعد التحليل أرجو إن هقدمه بطريقة الفوضى باختصار جدا. لو إن أنا وفدي أو سعدي أو شيوعي أو إخواني أو أي ملة أو راجل لا يطيق كلمة السياسة أو مدمن السياسة، كلهم لهم لمدة 5 سنين على الأقل، يمكن أكتر شوية، العمل سويا في نفس اتجاه إن الدولة دي تفضل موحدة وقوية وتصعد إلى المكان اللي يليق بيها. وبعد كده نبقى نتخانق زي ما الأمريكان يقعدوا يتخانقوا كده ويعملوا التمثيليات بتاعت الانتخابات بتاعتهم وهم ضامنين إن البلد ده حكمها، دكهت حكمها،
اي واحد يحكمها البلد موجوده تنمو واغلب الناس عايشين عيشه مقبوله. انا بقول ان الوحده بتاعت الشعب المصري يتكلم كلمه واحده، ده التفكير العلمي. لما العلم يساهم في هذه العمليه يبقى ده علم. العلم اللي ما يساهمش في هذا الكلام المنطقي ولن يقف على قدميه اي شيء غير منطقي، في النهايه اللي مش منطقي لازم ينهار. عشان كده انا بقول بقى من الاول كل كلامي ده عشان اقول في الاخر يا جماعه احنا عند اتزان، احنا متزنين الحمد لله، بس اتزان غير ثابت. بالانجليزي في ايكوليبريم يعني اتزان، حاجه متزنه. لكن لما اكون انا واقف على حبل دلوقتي اتزاني ده مش ثابت، يعني شويه هواء يزقوني اقع. مهم جدا ان يكون الاتزان موجود والثبات بتاع الاتزان، ستابيليتي وليبرا ستابيليتي. احنا محتاجين هذا الاتزان، ده كلام منطقي 100%، ولا ياتي الا عن طريق التوحيد والوحي. الحقيقه ده قديم جدا لانه موجود في مصر من زمان. يمكن اول واحد فكر في التوحيد كان واحد بطل مصري، اخناتون. واقدر احكي عنه قصص طويله، بس الوقت مهم جدا ان احنا نحافظ عليه عشان ما تزهقوش مني. وكمان الملك مينا الحقيقه وحدنا من زمان. عشان كده انا بضحك لما ناس يجوا يتكلموا علينا وفاكرين ان هي عمليه بسيطه. ناس من 150 سنه بالكتير ولا يمكن اقل كان الجنوب والشمال بتاعهم نازلين طحن وموتوا ملايين البني ادمين، ويفتوا هم ويتكلموا ويدوا لك امثله على الاخلاق، وبيقولوا ان الحرب دي كان على فكره اللي في بلد مش في مصر ومش يعني مش في افريقيا ومش في اوروبا، فاضل ايه؟ ومش في اسيا كمان. ان هي كانت لتحرير العبيد، وهي الحقيقه الحصول على عمال برخص التراب. ادي كل حكايه، لا تحرير عبيد ولا اي حاجه ثانيه. فاحنا اخر حرب عندنا اهليه كانت ايام الملك مينا. ده فرق كبير قوي. قبل ما يتكلموا تاني ويفكروا يبقوا يقروا تاريخ، بس هم يعني الجهل ساعات نور لبعض الناس. والجمال هنا ان بلد تفتن واحد مش مصري ويعيد لها بعض امجادها، بعض مش كلها. وهو كان حتى العربي بتاعه مكسر الحقيقه، اولاده كانوا بيتكلموا عربي، لكن دي روعه مصر لان هي مش عنصريه. مصر دي حاجه راقيه جدا للي عايز يوصل الى هذا الرقي، على عينه وراسه، وما بنقولوش ابدا انه اجنبي ابدا. الحقيقه اتعلمت الحاجات دي بقى. انا الحقيقه المفروض اشكر اثنين مش موجودين ومش عارف اسميهم. ولد ليبي قابلته وانا طالب في المانيا، هو اللي عرفني على صلاح الحصري. واخر مره سمعت عن الولد الليبي العبقري ده ان الاساتذه الالمان كانوا بيقولوا ده مش بني ادم، ده سوبر مان. يعني كان قبل ما الاستاذ يكون كتب له الامتحان يكون هو حله تقريبا. الحقيقه نسيت اسمه. هو اللي قال لي يا محمد انت مثقف وازاي ما تعرفش سطع الحصري؟ فالحقيقه اتعلمت من سطع الحصري كتير عن الوحده العربيه. الوحده العربيه. الله ايه دخلنا في اقليدس. ادي بقى اللخبطه. طب ليه اقليدس؟ لان هو يوناني، الراجل هو اللي اخترع الهندسه. طب برضه ليه اقليدس؟ لانه كان في اسكندريه مش في اليونان، لان المناره بتاعت المعرفه كانت على ارض مصر، ولان الاوروبيين ما كانوش يعرفوا حاجه عن اقليدس، يقولوا علينا جهله. الحقيقه هم عرفوا عن اقليدس عن طريق الكتابات العربيه عن اقليدس، لان العصور المظلمه ما كانتش ابدا. يمكن احنا دلوقتي في عصر نسبيا مظلم بسبب الحاجات اللي بتجيلنا من مش عارف منين، لكن لما ما يقال بالعصور المظلمه، وكانت مظلمه فعلا،
يعني تقريبا كانوا الانجليز عايشين فوق الشجر وبيصطادوا، مش عارف يصطادوا ايه، سمك اكيد، فيش اند شيبس. لكن الحقيقه في هذا الوقت وصل العرب الى قمه الاشياء في علوم الطيران، في علوم ما تخطرش في البال، في الكيمياء، في كل ده. والعرب مش عنصريين، العرب المسلمين مش مسلمين، مش عنصريين. المسلم الحقيقي عمره ما يكون عنصري، لان كتير من المسلمين ما هماش عرب. الحقيقه في يهود كانوا عايشين ما بيننا، من عظماء الناس في العصر. الضوء اللي كان طالع من الامبراطوريه الاسلاميه كان كتير من فرسانها يهود، وفضلوا يهود باسماء عربيه، حتى لدرجه ان انا ما اعرفش اذا كانوا عرب دول مسلمين ولا يهود ولا مسيحيين. والحقيقه ما يهمنيش ولائهم كان للدوله وولائهم للانسانيه. واجي هنا بقى في نقطه، عشان كده انا قلت اقليدس، في نقطه عن العالميه. من الناس العالميين جدا اللي كلامهم يعني حتى في اللغه الانجليزيه او ترجمه بنستخدمها من غير ما نعرف، شكسبير. كل كلام شكسبير طالع حكم، to be or not to be، وهكذا. هو كان عالمي لانه كان انجليزي 100%. انا لما اكون مصري 100% ابقى عالمي. العالميه ما تجيش ان الواحد يروح يلبس كاسكته ويعكسها، بالليل يلبس نظاره سوداء عشان انه شاف ممثل امريكاني بيعمل كده. لا، العالميه حاجه تانية. لما تكون صادق، هو دي العالميه. ربنا خلق البني ادمين كلهم بجميع اديانهم، وكمان اللي ما عندهمش اديان، اللي ما خلقش في قلبهم الايمان، برضه ربنا هو اللي خلقهم. عشان كده لما يكون واحد صادق مع انسانيته بيوصل الى قلوب الناس كلها، وبالطريقه دي بنقول عليه العالمي. وعشان كده اقليدس كتابه اللي اوروبا عرفته عن طريق الترجمه العربيه، بما فيها كمان حاجات كتيره ما كانتش في الجبر، والظلام اللي كان في اوروبا لما يكتبوا الاعداد بالطريقه الرومانيه ومحدش يعرف يكتب ايكويشن واحده، معادله واحده ولا معادله تفاضليه، تبقى مصيبه، محدش يعرف يكتبها خالص. لازم يكون في الصفر. اللي اخترع الصفر الحقيقه الهنود مش العرب، بس اللي فهم مقامه واهميته هم العرب، مش حتى الهنود. الاوروبيين لما فوبوناتشي الطلياني كتب كتابه المشهور يقدم الافكار اللي العرب قدموها في الجبر عشان الاوروبيين يرتفعوا، العنصريه الغبيه والجهل اللي بيجي وبيدي افتخار بالنفس من صفات الكفره والجهلاء. الافتخار بالنفس زياده عن اللزوم، مش الاعتداد بالنفس، الافتخار بالنفس زياده عن اللزوم يخلي الانسان جاهل وكافر كمان. فكفار شتموه، انت بتقلد البدو دول، عايزنا نكتب بالصفر. ده كان الرياكشن، ده كان اللي عملوه الاوروبيين لما قروا الكتاب بتاع فوبوناتشي. وبالمناسبه فوبوناتشي برضه هو، لان الفوبوناتشي سيريس او التدريجيه الفوبوناتشي، فوبوناتشي يعني ابن ناتشي، مش ابن النشائي، ابن ناتشي. فهو الجولدن مين، هو المقطع الذهبي. نتكلم يمكن لو الوقت سمح. الله، قلبت العمليه دلوقتي. واحد مسيحي اسمه بوشير العفله، انا ماليش دعوه انه مسيحي ولا انه هو مؤسس حزب البعث، بس افكار كتيره جدا جت من الراجل ده واثرت في الراجل انا بقى احبه من قلبي وارجو حد ما بحبوش يسامحني، برضه المحبه بتطلع غصب عن الواحد. جمال عبد الناصر والافكار القوميه. اتلخبطت تاني، بس برضه في كونكشن. ده غالبا ده واحد ايطاليا. طيب واحد ايطاليا ليه؟ لان حالهم كان كرب زي البلاد العربيه دلوقتي بالظبط. وحدهم لان لقى نسيت اقول الامبراطوريه الرومانيه صعدت الى القمم وانهارت وابتدت واتقلبت ايطاليا الى مجموعه من البلاد الغير مؤثره التافهه. والطلاينه ابتدوا يفكروا اللي هم الرومان، اللي هم مش عارف ايه.
ليه نتبهدل كده؟ نتبهدل لدرجه ان المتوحشين بتوع الشمال الجرماني، القبائل الجرمانيه هجمت على روما وخدتها، وحتى احد الامبراطور رومولوس كان اخر امبراطور روماني يحكم روما. بعد كده حكمها بقى الغوغاء اللي جايين من قايم ودي حطها، ولا عارف ايه اللي اضافه. حتى انا اديته شويه مجموعه كبيره من الصور وقلت له يختزلها ويحطها المصريه السميحه ينعكشها، بحيث ان انا ما بقاش عارف انا بتكلم على انهي صوره هتيجي، وما اتدربتش خالص على المحاضره دي ولا انا عارف انا هقول ايه بالظبط. اذا طلع بقى بعد كل اللخبطه دي الكلام ده متناسق، يبقى دي بقى نهايه المطاف، محاكاه للكون كما هو موجود صحيح. الحقيقه مفيش حاجه اسمها فوضى خالص. بعد ما الواحد يدرس الفوضى يلاقي في حاجتين بس، يعني انا بقول النتيجه النهائيه، في قمه في النظام والعقل البشري، حتى مجموعات كبيره من العقل البشري لا يستوعبوا هذا النظام، بيلاقوا ان الجزء اللي هم مستوعبينه بيسموه هم فوضى. الفوضى الحقيقه في مخ البني ادم مش في الكون نفسه. الكون فعلا بس فوق مستوى مخنا. عشان كده مهما وصل الانسان لوحده من عظمه فهو نمله الحقيقه امام هذا الكون، ولازم يعرف مكانه. والتواضع هنا مش دليل الاخلاق، ده مجبرا اخاك لا بطل، انت لازم تتواضع غصب عن عينك او هتضحك الكون كله عليك مش بس البني ادمين. يعني التواضع ايه؟ يعني ليه بقى انا بدي المحاضره وبقول الكلام ده وهدخل في الحديث ده، وارجو من الله في النهايه بعد اللخبطه كده تلاقوا انكم فهمتوا اكتر من انا حطيتها بنظام. يبقى الكلام اللي انا بقوله ليه معنى. انا عايز اوصل في النهايه ايه؟ الحقيقه اذا كان العلم خصوصا في بلد زي مصر ملوش وظيفه في المجتمع، ملوش لازمه، يعني مفيش داعي للعلم، جهل احسن. العلم زي ما بقول العلم ملوش وطن، بس العالم له وطن. وشغلة العالم إذا كان عايزنا ندفع له فلوس ونستحمله ونسمع كلامه وننشر له ونبعته المؤتمرات ونحقق له أحلامه، يا هتفيدنا يا إما مش عايزينك. وإذا كان أنت شايف إن ده تطاول على حقوقك، أنا بكلم نفسي الحقيقة، اتفضل مع ألف سلامة روح في البلد اللي هي تقدر تستفيد منك أو راضية إنك تكون عالة عليها وما بتنتجش أي حاجة لها أي قيمة لها، وإنما بتقدرك وبتدي لك. الحقيقة أنا أطلب من المسؤولين أي واحد أنا أو غيري شغلته في الآخر ملوش منتج تستفيد منه الدولة المصرية ويرفع دخل الفرد في 2 3 4 5، بس لازم يوصل إن يكون في منتج في النهاية يرفع ده. إحنا مش عايزينك، اتفضل. يعني أنا سعيد بوجودك جدا، لكن مع ألف سلامة مش مستعد إن أنا أعمل أكتر من كده. الموضوع ده كله مرتبط بإيه؟ لأن في النهاية بعد التحليل أرجو إن هقدمه بطريقة الفوضى باختصار جدا. لو إن أنا وفدي أو سعدي أو شيوعي أو إخواني أو أي ملة أو راجل لا يطيق كلمة السياسة أو مدمن السياسة، كلهم لهم لمدة 5 سنين على الأقل ويمكن أكتر شوية العمل سويا في نفس الاتجاه إن الدولة دي تفضل موحدة وقوية وتصعد إلى المكان اللي يليق بيها. وبعد كده نبقى نتخانق زي ما الأمريكان يقعدوا يتخانقوا كده ويعملوا التمثيليات بتاعت الانتخابات بتاعتهم وهم ضامنين إن البلد ده حكمها دكهة حكمها أي واحد يحكمها، البلد موجودة تنمو وأغلب الناس عايشين عيشة مقبولة. أنا بقول إن الوحدة بتاعت الشعب المصري يتكلم كلمة واحدة، ده التفكير العلمي.
لما العلم يساهم في هذه العملية يبقى ده علم. العلم اللي ما يساهمش في هذا الكلام المنطقي لن يقف على قدميه أي شيء غير منطقي. في النهاية اللي مش منطقي لازم ينهار. عشان كده أنا بقول بقى من الأول كل كلامي ده عشان أقول في الآخر يا جماعة إحنا عند اتزان، إحنا متزنين الحمد لله، بس اتزان غير ثابت. بالإنجليزي في ايكوليبريم يعني اتزان، حاجة متزنة. لكن لما أكون أنا واقف على حبل دلوقتي اتزاني ده مش ثابت، يعني شوية هواء يزقوني أقع. مهم جدا إن يكون الاتزان موجود والثبات بتاع الاتزان stability equilibrium stability. إحنا محتاجين هذا الاتزان، ده كلام منطقي 100%، ولا يأتي إلا عن طريق التوحيد والوحي. الحقيقة ده قديم جدا لأنه موجود في مصر من زمان. يمكن أول واحد فكر في التوحيد كان واحد بطل مصري، إخناتون، وأقدر أحكي عنه قصص طويلة، بس الوقت مهم جدا إن إحنا نحافظ عليه عشان ما تزهقوش مني. وكمان الملك مينا الحقيقة وحدنا من زمان. عشان كده أنا بضحك لما ناس يجوا يتكلموا علينا وفاكرين إن هي عملية بسيطة. ناس من 150 سنة بالكتير ولا يمكن أقل كان الجنوب والشمال بتاعهم نازلين طحن وموتوا ملايين البني آدمين، ويفتوا هم ويتكلموا ويدوا لك أمثلة على الأخلاق، وبيقولوا إن الحرب دي كان على فكرة اللي في بلد مش في مصر ومش يعني مش في أفريقيا ومش في أوروبا، فاضل إيه؟ ومش في آسيا كمان. إن هي كانت لتحرير العبيد، وهي الحقيقة الحصول على عمال برخص التراب. هذه كل حكاية، لا تحرير عبيد ولا أي حاجة تانية. فإحنا آخر حرب عندنا أهلية كانت أيام الملك مينا. ده فرق كبير قوي. قبل ما يتكلموا تاني ويفكروا يبقوا يقروا تاريخ، بس هم يعني الجهل ساعات نور لبعض الناس. والجمال هنا إن بلد تفتن واحد مش مصري ويعيد لها بعض أمجادها، بعض مش كلها. وهو كان حتى العربي بتاعه مكسر الحقيقة، أولاده كانوا بيتكلموا عربي، لكن دي روعة مصر لأن هي مش عنصرية. مصر دي حاجة راقية جدا للي عايز يوصل إلى هذا الرقي، على عينه وراسه، وما بنقولوش أبدا إنه أجنبي أبدا. الحقيقة اتعلمت الحاجات دي بقى. أنا الحقيقة المفروض أشكر 2 مش موجودين ومش عارف أسميهم. ولد ليبي قابلته وأنا طالب في ألمانيا، هو اللي عرفني على صلاح الحصري. وآخر مرة سمعت عن الولد الليبي العبقري ده إن الأساتذة الألمان كانوا بيقولوا ده مش بني آدم، ده سوبر مان. يعني كان قبل ما الأستاذ يكون كتب له الامتحان يكون هو حله تقريبا. الحقيقة نسيت اسمه. هو اللي هو قال لي يا محمد أنت مثقف وإزاي ما تعرفش سطع الحصري؟ فالحقيقة اتعلمت من سطع الحصري كتير عن الوحدة العربية. الوحدة العربية. الله إيه دخلنا في إقليدس. هذه بقى اللخبطة. طب ليه إقليدس؟ لأن هو يوناني، الراجل هو اللي اخترع الهندسة. طب برضه ليه إقليدس؟ لأنه كان في اسكندرية مش في اليونان، لأن المنارة بتاعت المعرفة كانت على أرض مصر، ولأن الأوروبيين ما كانوش يعرفوا حاجة عن إقليدس، يقولوا علينا جهلة. الحقيقة هم عرفوا عن إقليدس عن طريق الكتابات العربية عن إقليدس، لأن العصور المظلمة ما كانتش أبدا. يمكن احنا دلوقتي في عصر نسبيا مظلم بسبب الحاجات اللي بتجينا من مش عارف منين، لكن لما ما يقال العصور المظلمة، وكانت مظلمة فعلا، يعني تقريبا كان الإنجليز عايشين فوق الشجر بيصطادوا مش عارف يصطادوا ايه، سمك أكيد، فيش اند شيبس. لكن الحقيقة في هذا الوقت وصل العرب إلى قمة الأشياء.
في علوم الطيران، في علوم ما تخطرش في البال، في الكيمياء، في كل ده. والعرب مش عنصريين. العرب المسلمين مش مسلمين، مش عنصريين. المسلم الحقيقي عمره ما يكون عنصري، لأن كتير من المسلمين ما هماش عرب. الحقيقة في يهود كانوا عايشين ما بيننا، من عظماء الناس في العصر. الضوء اللي كان طالع من الإمبراطورية الإسلامية كان كتير من فرسانها يهود، وفضلوا يهود بأسماء عربية، حتى لدرجة إن أنا ما أعرفش إذا كانوا عرب دول مسلمين ولا يهود ولا مسيحيين. والحقيقة ما يهمنيش ولائهم كان للدولة وولائهم للإنسانية. وأجي هنا بقى في نقطة، عشان كده أنا قلت إقليدس، في نقطة عن العالمية. من الناس العالميين جدا اللي كلامهم يعني حتى في اللغة الإنجليزية أو ترجمة بنستخدمها من غير ما نعرف، شكسبير. كل كلام شكسبير طالع حكم، to be or not to be، وهكذا. هو كان عالمي لأنه كان إنجليزي 100%. أنا لما أكون مصري 100% أبقى عالمي. العالمية ما تجيش إن الواحد يروح يلبس كاسكتة ويعكسها، أو الليل يلبس نظارة سوداء عشان إنه شاف ممثل أمريكاني بيعمل كده. لا، العالمية حاجة تانية. لما تكون صادق، هو دي العالمية. ربنا خلق البني آدمين كلهم بجميع أديانهم، وكمان اللي ما عندهمش أديان اللي ما خلقش في قلبهم الإيمان برضو ربنا هو اللي خلقهم. عشان كده لما يكون واحد صادق مع إنسانيته بيوصل إلى قلوب الناس كلها، وبالطريقة دي بنقول عليه العالمي. وعشان كده إقليدس كتابه اللي أوروبا عرفته عن طريق الترجمة العربية، بما فيها كمان حاجات كتيرة ما كانتش في الجبر، والظلام اللي كان في أوروبا لما يكتبوا الأعداد بالطريقة الرومانية محدش يعرف يكتب إيكويشن واحدة، معادلة واحدة ولا معادلة تفاضلية تبقى مصيبة، محدش يعرف يكتبها خالص. لازم يكون في الصفر. اللي اخترع الصفر الحقيقة الهنود مش العرب، بس اللي فهم مقامه وأهميته هم العرب مش حتى الهنود. الأوروبيين لما فيبوناتشي الطلياني كتب كتابه المشهور يقدم الأفكار اللي العرب قدموها في الجبر عشان الأوروبيين يرتفعوا، العنصرية الغبية والجهل اللي بيجي وبيدي افتخار بالنفس من صفات الكفرة والجهلاء. الافتخار بالنفس زيادة عن اللزوم، مش الاعتداد بالنفس، الافتخار بالنفس زيادة عن اللزوم يخلي الإنسان جاهل وكافر كمان. فكفار شتموه، انت بتقلد البدو دول، عايزنا نكتب بالصفر. ده كان الرياكشن، ده كان اللي عملوه الأوروبيين لما قروا الكتاب بتاع فيبوناتشي. وبالمناسبة فيبوناتشي برضه هو، لأن الفيبوناتشي سيريس أو التدريجية الفيبوناتشي، فيبوناتشي يعني ابن ناتشي، مش ابن النشائي، ابن ناتشي. فهو الجولدن مين، هو المقطع الذهبي. نتكلم يمكن لو الوقت سمح. الله، قلبت العملية دلوقتي. واحد مسيحي اسمه بشير العفلة، أنا ماليش دعوة إنه مسيحي ولا إنه هو مؤسس حزب البعث، بس أفكار كتيرة جدا جت من الراجل ده وأثرت في الراجل. أنا بقى أحبه من قلبي وأرجو حتى ما بحبوش يسامحني، برضه المحبة بتطلع غصب عن الواحد. جمال عبد الناصر والأفكار القومية. اتلخبطت تاني، بس برضه في كونكشن. ده غريبان، ده واحد إيطالي. طيب واحد إيطاليا ليه؟ لأن حالهم كان كرب زي البلاد العربية دلوقتي بالظبط. وحدهم لأن لقى نسيت أقول الإمبراطورية الرومانية صعدت إلى القمم وانهارت وابتدت واتقلبت إيطاليا إلى مجموعة من البلاد الغير مؤثرة التافهة. والطلاينة ابتدوا يفكروا اللي هم الرومان اللي هم مش عارف إيه ليه نتبهدل كده؟ نتبهدل لدرجة إن المتوحشين بتوع الشمال الجرمان، القبائل الجرمانية هجمت على روما وخدتها. وحتى أحد الإمبراطور
رومولوس كان آخر إمبراطور روماني يحكم روما، بعد كده حكمها بقى الغوغاء اللي جايين من ألمانيا.